بيجا استقبلتنا استقبال غريب، وهوجو تحول غريب. الكلب بقى تحول على بيجا وتحول على اصحاب بيجا، وهنبدأ بقصة حزينة مع سيمبا كلب جيرمان شيبرد، واعرفك ايه السبب اللي خلى هوجو يعمل كده مع اصحاب بيجا ومع بيجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مستر هوجو. النهارده حلقة جديدة انا متحمس لها جدا، لان انا وهوجو هنروح نشوف بيجا. هي وحشة جدا، وهوريكم هيعمل ايه اول لما يشوف بس ريحتها في صاحبها. بس قبل ما هنبدأ حلقتنا عايز اوريكم كارثة حصلت مع كلب جيرمان شيبرد، هخليكم تسمعوها من صاحبها، وبعد كده هنكمل حلقتنا ونروح نشوف مشاكل بيجا ونحلها مع بعض، وهشارككم فيها واحدة واحدة وهنشوف هنحلها ازاي. فلو ما عملتش لايك اوعى تنسى تعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ الحلقة. تعالوا نشوف سيمبا ونسمع الحكاية من صاحب سيمبا، وبعد كده نكمل حلقتنا الأساسية ونروح نشوف بيجا إن شاء الله. حصل لي ظرف وسافرت، فوديت الكلب مكان عياده، فالكلب حصل له التهاب. عيادة بيطرية صح؟ عياده بيطريه. الكلب بصيت على الكلب لقيت عنده هنا كابتن متعور، ولقيت مكان الخصيتين ملتهب جدا جدا وعامل زي الكوره وورمين قوي وعين، والكلب مش قادر يمشي. درجه حرارته اسنهاله 40. الكلب بيسهل. الكلب مستوى النظافه زي ما انت شايفها كده، ادي مستوى الكلب. الكلب كان نشيط جدا جدا، ما كانش بيقعد. بتعمل اقامات، عندها فرع في المتميز بتعمل فيه اقامات، تمام. والمفروض ان هي عندها ناس مجهزه. اصلا انا رحت لما جيت اديله العلاج، الدكتور مش عارف يديله الحقنه، دكتور مش عارف يديله الحقنه، مش عارف يديله البرشامه في بقه. الكلب مش شرس، الكلب طيب جدا جدا، انا مخليه مع عيالي في البيت اصلا. فانا مش عارف كنت اتصرف ازاي. كلمت الدكتوره النهارده علشان اودي لها الكلب تاني عشان تكمل مراحل العلاج بتاعته. ادتني فلوس الاقامه وادتني العلاج، وقالت لي ان اقدر اعمله معاك، انت هنخلي الكلب عندك. انا قفلت خلاص البورد وبطلت الشغلانه دي. اللي اقدر اعمله معاك ان انا هديك العلاج وانت تجيلي ميعاد الحقن، انا هديله الحقن. خلاص اللي حصل حصل، يعني هي بتقول لك بالظبط كده. وانا طبعا بشكرك جدا، انا تعبتك، بس انت اكتر واحد، انا اول واحد كلمته حضرتك. شكرا خالص. ان شاء الله سيمبا هيبقى كويس، هو بس محتاج شوية اهتمام. تعالوا نخرج هوجو. لما خرج قابل اصغر ضيف جديد على الشارع عندنا، البنوتة الكلبة القمر الصغيرة دي. شفنا سيمبا مع بعض وطلعت هوجو طبعا بعد ما مشيته عشان ما كانش ينفع يطلع يشوفه. انتوا شفتوا حالة الكلب، شفتوا ايه اللي حصل للكلب في 3 ايام، اتحول من كلب عامل ازاي اللي بقى الكلب اللي احنا شفناه مع بعض. اوعى تسيب كلبك لاي حد، كلبك طول الوقت يبقى معاك. الظرف قهري، لو الكلب اتساب لتدريب لازم يتساب لحد اهل ثقه جدا. لو هتسيب كلبك وانت مسافر في مكان لازم المكان ده يبقى عنده خبره وحرفيه بان هو ازاي يعرف يراعي الحيوان ده، ومش يبقى مكان بيتقفل واسيب الكائن دوت ان هو يتاذي او يحصل له اي حاجه. خلي بالك من الحاجات دي، ما تخليش كلبك يتاذي. الكلب ممكن يموت في ساعه مش في 3 ايام. يلا نروح نكمل اللبس ونستنى محمد صاحب بيجا. هوجو مجرد ما شم ريحة بيجا ابتدى يدور زي المجنون. مش في العربية هوجو، اقسم بالله. فين بيجا؟ بص هيقف. هو لو عليها يفضل واقف جنب العربية، ففصلته ومشيته الناحية التانية خليته يمارك. بص لما بقول له فين بيجا بيعمل ايه. بيجا فين؟ هوجو بيأكد على مكانها، فهاخده ونروح لها. هو لسه ما يعرفش انها هتقابلنا المقابلة اللي هتشوفوها دي. خليكم متابعين، ويلا نلبس هوجو وناخده نروح على بيجا. فوق تمام. نشوف بيجا. نروح نشوف بيجا بقى. يلا. هوجو اول لما يخرج هيروح على العربيه بتاعتنا. هقول له لا احنا هنروح لبيجا، هتلاقيه راح على العربيه بتاعت بيجا. مالناش دعوه يا هوجو، مالناش دعوه يا لبي. يلا اركب. ايوه هي والله اللي بتبقى هنا هي. اول ما وصلنا الشارع كان عليه حراسه مشدده زي ما انتم شايفين، وكانوا بيحاولوا يدخلوا ورانا البيت. بس بصوا هوجو بيتعامل معاهم بهدوء ازاي. هوجو هنا بيأمن كلاب الشارع عشان بيحاولوا يخشوا ورانا البيت بهدوء تاني. اطلع يلا. وصلنا قدام الشقة اللي فيها بيجا. عايزك تركز قوي بقى في الأحداث اللي جاية عشان تفهم ردود أو كمية ردود الأفعال الغريبة اللي أنت هتشوفها في الحلقة دي، من هدوء لشراسة لحاجات كتير جدا.
هوجو عارفها اول لما شافها هي، لا وكانت خايفه. بس تعالوا نفكها عشان انا عايز اشوف انا وحش بيجا اكتر ولا هوجو. فتعالوا نشوف. انا وحشك اكتر يا لهوي، انا وحشها اكتر من هوجو. بس هوجو بيسكتها. هوجو اول لما لقاها بتتصرف غلط وبتتنطط عليا وعارف ان الموضوع ده بيضايقني جدا، ابتدى يسكتها. وهنا قلت لمحمد اول لما لقيت الكلبه بتشم في الارض يلا بسرعه على مكان الحمام، تعالوا نستكشف بقى بيجا عايشه ازاي مع بعض. يلا يلا هوجو عشان هي عايزه الحمام دلوقتي، وقت حمامها. اول ما طلعنا فوق هوجو بيمارك كالعاده، ومحمد كان متعصب شويتين وهو ماسك بيجا، فكنت بحاول اقول له يهدى عشان الكلبه تعرف تعمل حمام. بس هي طلعت اشطر من ما انا متخيل. ان هي لو مش شاطره بالزياده مستحيل تعمل وانت متضايق كده. ما تنساش تقولي في الكومنتات بيجا شاطره ولا لا، وفاكره تدريباتها بنسبه كام. انا مستني رايك يهمني جدا. وتعالى بقى المشاكل هتبتدي تظهر. مشكله التنطيط تاني هنا. بص انا منعتها بالكلام والكلبة ما شاء الله استجابت. هنبتدي نعدل ده ومستني رأيك انت اللي هتقولي في الآخر هي تمام ولا لا. هنا بدأنا نراجع تدريباتها لأن هي كانت ابتدت تعند وتكسر كل حاجة. والفكرة في التدريب انك تشتغل على دماغ الكلب اكتر، ما ترضاش بأي أداء هو بيعمله. يعني بصوا هنا بتحاول تعمل ست بدماغها هي، لا أنا عايز ست بطريقة تانية. ومتنساش تقول ما شاء الله على الحكم اللي واقف بيتفرج على التدريب كأنه بني آدم مش كلب. ما شاء الله تبارك الله. بصوا أنا مش هرضى غير بالنتيجة اللي أنا عايزها. أنا مش عايزة تقعد بعيد عني، مش عايزة تقعد بجنب، مش عايزة تقعد في وشي، أنا عايزة تقعد بالطريقة اللي احنا شايفينها ديت. فأول لما عملت كده أنا بدأت أكافئ مباشرة. الفكرة مش ان الكلب يفضل شغال معاك بودنه وبيعمل بالطريقة اللي هو عايزها. الفكرة في ان انت تاخد النتيجة دي ان الكلب تبقى متواصل معاه بكل حواسه. كلب مركز، التركيز اهم من التدريب. ست وداون دي حاجة اي حد يقدر يعملها في 5 دقايق بالفولو تريت. هنا بقى نبتدي نصعب عليها الموضوع شوية. ابتديت اخد انتباه الكلبة كده بلمسة من ايدي عشان تبتدي تركز معايا، وعرفها لا ركزي، مش اعملي ست ودماغك في حتة تانية. وعايزك تقول لي الباشمهندس محمد ليه حق يقول لي الكلبة مش متدربة ولا هي متدربة وفي شوية تعاملات غلط محتاجين يتظبطوا. وعشان كده انا رحت له النهاردة. مستني رأيك يهمني جدا. يلا نكمل مراجعة تدريبات بيجا مع بعض، لان هنا ما كنتش لسه سمعت بقية الشكاوي انها بتخاف من السشوار والتلفزيون وشوية حاجات كتير كده بتخاف منها. فاحنا هنقلب الخوف دوت لحراسة لما يجي لنا سيف صاحب الباشمهندس محمد. واتفرجوا ده الحلقة لسه ما بدأتش والله. في لسه هوجو اللي كان ملاك وديع قاعد في الكورنر بيتفرج على كل حاجة بشياكة. ما اعرفش ايه اللي هيحوله على كله. لو انت عرفت السبب اللي هيخلي هوجو يعمل كده بقى قول لي. وهنا بقى يلا هخليهم يتحدوا بعض في التدريب. هناخد هوجو راوند كده لفة في التانية وهوب هناخدهم على تحت على طول. دوت الروتين بتاع تنظيف الكلب علشان ما يبقاش الكلب فيه متعلق فيه اي قذورات ولا نجاسات، فيقدر يعيش معانا في البيت بحرية. الكلب اول لما بينزل بعد التويلت بنبتدي ننضفه، ننضف رجلين، ننضف اي مكان ممكن يكون اتعلق فيه اي قذورات عشان يقدر يتعامل يعني بنظافة تامة. بعد ما بيجا بقت فلة دخلناها، وهو كده عملنا معاه دوت اول لما دخلنا. سيبناهم يتعاملوا وتستنى بقى هوريلك بعد دقيقة واحدة بس من دي أول دقيقة ليا أدخل البيت هخلي وضع الكلاب عامل إزاي، وهي دي هتبقى النتيجة المطلوبة. تعالي هنا. داون يا هوجو داون. في أول دقيقة. بص بقى بيجا بعد ما استقرت شوية هي في الزاوية دي مش شايفة هوجو قوي. بص أول لما هتشوفه هتتفاجئ وهتعمل إيه. الكلبة دي عندها زهايمر. وهنا هسيبها لأن كانوا بيقولوا لي على موضوع المكنسة. للأسف ملحقتش أوريكم أول رياكشن. الكلبة ما شاء الله من كتر ما هي شاطرة أنا ملحقتش أعيد. يعني هي أول مرة خافت، أنا كان قبل ده على طول كافئتها مرة واحدة بس. خلاص الموضوع انتهى. بصوا بقى هي هتعمل ايه مع المكنسه بعد كده. عندها كلاب جريئه يا جدعان.
صاحبتها بتعيد بتيجي هي وبيجا، لان لما كانت بتعدي هي والكلبه من جنب المكنسه الكلبه كانت بتفضل تهوهو من بعيد. الكلب في الوقت ده بيبقى محتاج يتعرف على اي حاجه جديده عليه بالنسبه له ومجهوله، فانت مجرد ما هتعرفه ان ده التعامل الصحيح هتاخد النتيجه دي. انا ولا لحقت اعيد مع المكنسه ولا مع السشوار، بص انت بنفسك. بيجا كم؟ هي اللي بتيجي على السشوار اهي. ما تبقوش تطلعوا اشاعات على بنتي تاني لو سمحت. اللي هيطلع على بنتي اشاعات انها بتخاف من اي حاجه تاني مش هيحصل له كويس. بتخاف من لو صوته غريب بتخاف بقى من العواميد والحاجات اللي بقى. هات لي عمود. هنا بقى هنبدأ نحول الخوف لجراءة بحاجات بسيطة بطريقة تعاملك بس، يعني الموضوع مش صعب. هنا بيجا بتتتبع المكنسة ايه، خلاص اللي كانت خايفة منها ايه ده، انا معقولة كنت خايفة من الحاجات دي. انا لقيت انتباهها راح على الخرطوم بتاع المكنسة، فبص انا ندهت الكلبة وكافئتها بس انها لمسته كده. هي لو شفت الخرطوم ده تاني الله يرحمه. نفس القصة بنعملها مع الكلب بقى في كل الحاجات اللي بيقابلها في مرحلة حياته. لهوي يا ناس، أول مرة في حياتها تقعد جنبي وتسيبك. وهنا لقيت بيجا مش يعني هي بتسمع كلام اصحابها وبتروح لهم وكل حاجة زي ما احنا شايفين، بس هي لسه مش واثقة انها تديها اللعب بتاعتها. وبص بتكلم هوجو بتقول له العب معايا انت. بتقول لهوجو العب معايا انت، سيبك منها. والله بص هي بتلعب هوجو بيها، مش عايزه تلعب معاكي، هي بتلعب مع هوجو. ودي حاجة من ضمن أسباب العند اللي كانت بتعنده معاهم وهم مش فاهمينها، فهنبتدي نشتغل عليها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنبدأ مع بعض نشتغل على أمر المنع بطريقة اللعب بطريقة ذكية تفهمها الكلبة، وهنبتدي نخليها تمسك اللعبة بالأمر وتسيبها بالأمر وتروح لها بالأمر زي ما هتشوفوا كده. أنا هسيبكم تشوفوه وتقولوا لي وتجربوا مع كلابكم. لو الموضوع جاب نتيجة ابقوا خشوا اكتبوا له في الكومنتات. stay يلا حطي good حطي good. هنسيبها لها لما تمسكها صح بس. good girl. كم؟ ما قلتش عضي. ست نو بيجا اوكي. ايه girl. نو بيجا داون جود. بيجا ست جود. ست نو ست. كانوا برضو بيشتكوا ان الكلبة بتعمل ست داون، فهمتهم ان هم ما يقبلوش بالوضع ويصححوه كده هياخدوا النتيجة المطلوبة. وزي ما احنا شفنا بشوية حاجات بسيطة وشوية يعني بحيل ولعب بسيطة مع الكلب انت تقدر توصل للنتيجة اللي انت عايزها، لان انت اللي بتعلمه. خلينا دايما فاكرين ان احنا اللي نعلمه وبعدين نلومه. ست نو دوبي داون. تعالي ما قلتش. الحركة دي بقى بتخوفني دايما بيها. شفت انا عملت ايه وما لمستنيش اصلا، هي بتخوفك بس. نو نو تعالي كم قلت كم. ست بيجا ست جود ست. انا خدت تركيزها كله بعيدا عن اللعبة وخليت تركيزها معايا، وزي ما قلت لك التركيز اهم من التدريب. واللي بيحصل مع بيجا ده هو المناسب ليها ككلبة عايشة في بيت. يعني التدريب ده غير مناسب للكلاب الوركينج دوج او كلاب الشغل. ده طريقة وده طريقة تانية، فمش كل حاجة هينفع تطبقها على كل الكلاب. لازم تسأل نفسك الأول أنت جايب الكلب لإيه، وبناء عليه بتبتدي تدربه. يعني بيجا هتطلع كلب حماية شخصية قوية جدا بما يتناسب مع البيت. وخليك متابع، هوريلك لما حد هيحاول يهاجمها وهي لسه في سن 5 شهور أو 5 شهور إلا حاجات بسيطة. stay
لو جت تروح على هوجو هتمنع الفعل وبعد كده تكمل الندى. يلا بيجا كم. جود جير. كافئ جامد. هنا بدأنا نكسر حاجز العند وكسر الأوامر مع اللي بيجا مع صاحبها مباشرة. ابتديت أأكد على المنع قبل الأوردر. لما الكلبة تتشتت ابتديت أأكد معايا على موضوع إن الكلبة لازم تبقى مركزة معاه وإنه ما يسمح لهاش تتشتت. ده أهم من الكلام بكتير والنتيجة بتبقى زي ما أنت شايف كده بالظبط. كم. جود جير. نو. ايوه نزلها وكافئ كمل مكافأة. جود جير. ايوه كده. لما بيجا طلعت شاطرة تحت وعملت كل حاجة خدناها فوق تاني عشان تطلع تعمل حمام. بس انتوا شفتوا الزهايمر يعني بتبدأ من الأول تاني إن هي بتتفاجئ بيا وبتتفاجئ بهوجو في المكان ده. هنا محمد قال لها حمام، الكلبة هتروح على طول تعمل حمام ما شاء الله عليها. في كلام كده يا ناس والنبي. وهنا لما افورت والكلبه كان عندها طاقه كتير كانت بتطلعها على هوجو. هوجو عمل معاها الرياكشن اللي شفناه وكان بيحاول يثبتها. وعلشان ما تصعبش على حد فيكو، اول لما كنت بمنع هوجو هنا واخد امر ان هو ما يهزرش معاها. يعني الكلبه كان طاقتها جباره فنزلنا مرضناش نريحها وبدانا نعمل معاها بقى اللي انتوا هتشوفوه. انا هسيبكم تتفرجوا. بيجا ركزي. كمل كمل كمل. اطلع. يلا. صاحبها اختار كلمة ركزي عشان تبتدي تركز حواليها زي ووتش او ركزي او كده. فالكلبة تبتدي تنتبه ما تخليش اي حد يقرب منها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الكلبة استجابتها قوية جدا. انا مأهل لها الكلام ده قبل كده باللعب زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت. لو ما شفتش حلقات بيجا ادخل شوفها وقول لي ايه رأيك في بيجا في السن ده. بس لما نحاول نشتت تشتيت بيجا عن الخطر اللي بيبقى محيط بيها ما شاء الله الكلبة كلبة حراسة من التراث الأول. هنقتله. قول لها ركزي. ركزي. جود جيرل. عنيف عنيف. ركزي. ابعد. الله اكبر. جود جير. وزي ما احنا شايفين احنا مش محتاجين اي عنف ولا دوشة ولا اي حاجة ولا تمثيليات بايظة. الكلبة اذكى من كده بكتير علشان نبتدي نأهله على الحراسة. هوري لك في المستقبل ان شاء الله لو كملنا مع بيجا تدريبات هوري لك بيجا هتبقى عاملة ازاي وهوري لك ازاي بتعض حقيقي وازاي. فلو ما عملتش سبسكرايب للقناة يا ريت نعمل سبسكرايب يعني متابعة ونعمل لايك للفيديو. وتعالى اوري لك هوجو تحول عليهم ليه. على بصة حبيبي انت عارف. ثبت محمد. يا محمد عايز ثبتك؟ مش عارف ماله يا حبيبي. هوجو عايز ثبت مين؟ ها؟ طب بص انا اقول لك على حاجه. قوم اشتم 3 شتمات وبعد كده اللي عايز تثبته ثبته. سيف عمل ميت. سيف عمل هندي بس. نو هوجو نو. ثبت يلا. هوجو اتأكد ان سيف قاعد ثابت قام مطلع محمد بره. يا جماعه ثبت محمد. هوجو. وبص بقى ذكاء الكلب في انه هيعرف اسم كل واحد وهيثبت كل واحد باسمه ازاي. يلا سيف. بص خدت بالك رجع محمد الخطوه اللي دخلها. تعالى يا هوجو. هوجو هو جاي على سيف لوحده. بص هو بيطمن يشوف سيف. تعالى يا بيجا انت كمان. تعالي انت كمان. جماعه هوجو فجر وثبت البيت كله حتى بيجا. وبعد ما هوجو قال لهم انتوا كنتوا فاهميني غلط هنرجعه لهدوءه تاني لانهم افتكروا ان بيجا بتخاف من التلفزيون. فتعالوا نشوف مشكلة التلفزيون ونشوف حلناها ازاي. بيجا جود جود. بيجا انت يا بنت. بيجا
بس كده بدأنا نعرف الكلب ان ده شيء طبيعي ومش حاجة تخوف خالص، وهوريكوا الكلبة هتبتدي تستمتع بالتلفزيون ازاي بعد كده مجرد ما عرفت ايه ده. Good girl. Good girl. كده ناقص بيجا تطلب تتفرج على افلام كرتون. دي النتيجة اللي وصلنا لها. ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات. وكده خلصت حلقتنا، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. انا مدحت الحسيني ودي قناة مستر هوجو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.